شايفين الجمال والحلاوة اللي قدامكم دي، وما كلفتنيش كتير. التكلفة كلها 5 جنيه. القرص اللي انتوا شايفينها دي ب5 جنيه بس. تعالى اوريكم الكمية كلها قد ايه. بصوا الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها كلفتني 5 جنيه، والمقادير سهلة جدا. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتعالى اقول لكم احنا عملنا ايه بالظبط. عندي بولة احط فيها معلقتين سكر كبار، واحط فيها ربع كوباية مية او نص كوباية مية، واحط فيها كمان معلقة صغيرة خميرة. طيب احنا نحسب اللي حطيناه. معلقتين السكر من البيت، كيس الخميرة ب5 جنيه، انا خدت ادوبك على طرف المعلقة زي ما انتوا شايفين، مش حاجة كبيرة. وكيس البيكنج باودر لو عندك في البيت ممكن ما تحطيش. يبقى احنا كده في اولها حاطين حاجة بجنيه، حاطين خميرة بجنيه، والسكر والمية من البيت. طيب هنحط ايه تاني؟ هنحط بقى الحاجة الكبيرة شوية، كوبايتين الدقيق. الكوبايتين دول بمقام مج الشاي الكبير، يعني ما يجيش ربع كيلو دقيق. ربع كيلو دقيق ب5 جنيه، هو ما يجيش ربع كيلو، اقل من ربع كيلو. يبقى كده كل ما قدرنا 5 جنيه، واقل كمان من 5 جنيه. لان نقول ان احنا هناخد معلقة صغيرة خميرة هنحسبها ب2.5، والدقيق ب2.5. يبقى احنا عملنا مخبوزات ب5 جنيه للفطار والعشاء. هتبتدي بقى تحطي، انت حطيتي مية وسكر وخميرة وبيكنج باودر. هتبتدي بقى تعجني، هتخلي مية جنبك. طبعا مش هاخد المية دي كلها، هاخد بس شوية اللي انا حطيتهم، وابتدي اعجن بقى زي ما انتوا شايفين. خلاص انا عجنتها كويس، هسيبها تخمر. لا معلش، اللقطة دي جت قبل دي. هحط لها، هعجنها تاني، بعتذر، واحط نقطة زيت واسيبها تخمر. زي ما انتوا شايفين العجينه سلسه ومش محتاجه منك مجهود في العجن ولا حاجه. ادوبك انت بس لميتيها واديتيها عجنتين، لان هي سهله جدا، ما فيش حاجه، مفيش مقادير يعني. هتحطي نقطتين زيت وهتغطيها وتسيبيها تخمر بعد ما تعجنيها بنقطتين زيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. العجينه سلسه جدا وجميله ومش متعبه اساسا. يعني حتى لو انت هتفكري ان انت هتعمليها وانت بتعملي الغدا، وانت بتعملي الفطار الصبح جنبيها تحلي بكوبايه شاي، فمش مكلفه جدا ومش متعبه. خلاص سبتها تخمر فخمرت تمام. بصوا دي شكلها بعد ما قطعتها، بس انا لسه هوريها لكم تاني بعد ما اقطعها. بصوا بقى تمام، انا بوريكم الشكل جميل جدا اصلا. تعالوا نشوف كده. خلاص انا سبتها تخمر وهي خمرت، هبتدي بقى ان انا اقطعها واكورها واركنها على جنب. زي ما انتوا شايفين شكلها حلو جدا. الكاميرا جايبه من كل الاتجاهات وانا بقطعها لكم. بصوا جميله جدا. بتقطعيها، هما مش كميه كبيره، فعشان خاطر كده انا قطعتهم معاكم. هما 6 قطع بالعدد، اخر قطعتين طلعوا صغيرين، بس هي لما بتخمر بيساووا بعض عادي. تمام زي ما انت شايفه. هبتدي ان انا اقطعها بقى كويس. زي ما انتوا شايفين دول 2. هبتدي بقى ان انا احطهم. خلاص اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. وانت بتشتغلي استغفري الله وسبحي، كده كده انت بتاخدي حسنات. اهم الكميه كلها زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا افردهم عشان احشيهم. طب هحشيهم ايه؟ في ناس ما بتحبش القرفه، انا من ضمن الناس اللي بتحبش القرفه لان بتعلي الضغط عندي. فانا هحط كاكاو وسكر. لو انت عايزه تحطي كمان قرفه حطي. الكاكاو يعتبر شوكولاته، فانت هتحطي شوكولاته. الكاكاو خام، والسكر الكميه اللي هتكفي العجينه. يعني حطيت معلقتين او 3 كبار اهو. باخدها على ايدي اهي، حطي حشوه كميه كبيره. يعني انا حطيت معلقه كبيره زي ما انتم شايفين. في الاول ما مليتهاش وبعد كده كملتها علشان خاطر الحشو ياخد في العجينه. تمام زي ما انت شايفه هي بتلزق شويه، بس ايدي كانت مبلوله عشان خاطر كده.
بصوا بقى انا فردتها وهحطها بقى في صينيه. الصينيه ديت انا دهناها زيت، لازم تدهنيها كويس زيت. ولو عايزه تحطي على ورق زبده برضو براحتك، بس اهم حاجه تكوني مختاره ورق الزبده الكويس، لان اليومين دول ورق الزبده بيلزق في الحاجه. بس هي محتاجتش يعني. هبتدي بقى ان انا احشي زي ما انت شايفه اهي. حطي زي ما قلت لك كميه حلوه. هعمل لك واحده تاني تقريبا او اتنين زي ما انت شايفه كده، وهلمهم وابتدي بقى ان انا ابططها كده. حتى لو العجينه بتلزق هي مش هتلزق في الصينيه ولا حاجه، بالعكس هي انت هتسيبيها تخمر براحتها عشان تقدري تحطيها في الفرن. بترصيهم كلهم بقى زي ما انت شايفه. واحده تاني. يعني انت لما تعملي 6 قرص على عدد افراد الاسره، او لو انتوا 2 او 3 هتفطروا، كل واحد فيكم ياخد له قرصتين الصبح مع كوبايه شاي او في العشاء، جميله جدا. ما فيهاش حاجه لما تعمليها وانت واقفه، ومش هتكلفك. تقدري تحشيها جبنه لو انت بقى مش عاوزاها اقتصاديه، تقدري تحشيها جبنه، تقدري تحشيها لانشون، تقدري تحشيها لحمه مفرومه. يعني منها حلو ومنها حادق، وفي نفس الوقت اقتصاديه، مش هتكلفك غير كيس الخميره والدقيق ونقطتين الزيت اللي انت هتحطيهم. اهم حاجه تعجني كويس. بصوا بقى شكلها في الاخر. تمام. هسيبهم بقى يخمروا. بصوا بقى، طبعا انا اللقطه الاولانيه كان جايبها لكم وهو في الصينيه. اللقطه دي بقى وهو بقى بيخمر، بصوا شكله خمر وعلي وبقى زي الفل. بصوا بقى طلعته من الفرن. بصوا الجمال، بجد بجد جميل جدا، والحشوه حلوه فيه. بصوا الشكل بجد حلو قوي. بصوا بقى هفتح لكم واحده. بصوا شكلها من جوه جميل، وطعمها جميل جدا، والكاكاو مديها طعم، والسكر. لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.